حلقة جديدة من برنامج من الحياة. جوايا مرارة، إحساس صعب قوي ممكن تكون بتحس بيه نتيجة إحساسك بالظلم أو حالة نكران أو جحود أو حتى احتمالك لأشخاص مرات كتيرة وخلاص جبت آخرك. ساعتها بتبقى حتى مش قادر تشوف الشخص ده ولا حتى قادر تسمع اسمه. لكن يا ترى الإحساس دي المرارة ده هيفضل جوانا كده كتير؟ أكيد لأ. خلينا النهاردة نعرف إزاي نتخلص من إحساس المرارة ده وإزاي أتعامل كمان مع الناس اللي ممكن تكون سببت لي المرارة دي. لكن في البدايه خلوني ارحب بضيفي اللي مشرفني ومنورني في الاستوديو، دكتور ايميل جوزيف، استشاري الطب النفسي وخادم بمعادن مشهوره. برحب بحضرتك معنا يا دكتور. اهلا بيكي واهلا بالمشاهدين. دكتور، طبعا موضوعنا النهارده احساس المراره اللي ممكن يكون جوه ناس كتيره. ممكن طبعا ناس تبقى عارفه، في ناس تانية مش تبقى مش دريانه، لكن هو احساس في النهايه صعب جدا واكيد مش طبعا. هنعرف نعيش واحنا جوانا المراره دي. خلينا الاول نشوف موقفنا الدرامي بجس مشكلتنا، بعدها نرجع نتناقش مع حضرتك ونشوف هنقدر نتخلص منه ازاي. نشوف مع بعض. بخير. الو، ازيك يا خالد؟ الحمد لله. عامل ايه هنا؟ انا انا مش كويسه. انت عرفت منين؟ اكيد ماما اللي قالت لك. بكره؟ فاضيه بكره. خلاص يا خالد، تيجي بالسلامه. شكرا، مع السلامه. شكر يا نهلة يا بنتي. هنيا يا خالد. ربنا يهنيكي. ايه في ايه؟ قلقتينا يا بنتي. ماما كلمتني وقالت لي اجي اكلمك وشوف مالك وفي ايه. انا تعبانه يا خالد، انا متدمره نفسيا. في ايه؟ جوزك برضه؟ هو في غيره؟ مصدر النكد والهم في حياتي. وبعدين بقى، هو جوزك ده مش عاوز يعقل ابدا؟ مفيش فايده يا خالد، انا خلاص جبت اخري. معلش يا بنتي، انت برضه لازم تعملي. انا زهقت يا خالد، انا زهقت. انا خلاص ما عدتش قادره استحمل اكتر من كده. انا خلاص ما عدتش قادره ابص في وشه. معلش يا بنتي، ما تنسيش برضه ان في بينكم ولاد. مش ناسي، لكن برضه ما عدتش قادره استحمل اكتر من كده. طول الوقت وانا بحاول اضغط على نفسي وامشي اموري عشان خاطر ولادي، وهو ولا هو هنا. مفيش فايده. انا خلاص، انا كرهته وكرهت نفسي. معقول؟ للدرجة دي؟ واكتر، انا فعلا بقيت بكرهه. طول الوقت وانا شايفه شريط حياتي بيمر قدام عيني، غلب ومرار وقسوه. انا ما عدتش قادره استحمل اكتر من كده. طب وبعدين يا نهلة، هنعمل ايه طيب؟ مش عارفه، انا جوايا مرار، جوايا مراره جامده جدا. الدنيا كلها سودة في عينيا. مشاهدينا، ورجعنا لكم مره تانية بعد الموقف الدرامي. دكتور، طبعا زي ما شفنا موقفنا الدرامي، احساس المراره ده احساس مميت، حاجه كده كاتمه على النفس كده. الواحد مش قادر، حاسس ان هو مش قادر يتعامل بحريه، حاسس ان هو مش قادر يعني يفرح، مش قادر ينبسط. اكيد الحاله صعبه جدا، الانسان مش هيعرف يكمل حياته بيها. خلينا ناخد الموضوع من البدايه ونقول ايه احساس المراره دي. احساس المرارة ده طبعا اي انسان معرض ليه، كلنا انا وكل الناس. لما يكون انا بتعرض لجرح معين، حاجة بتوجعني،
الجرح ده ممكن يكون ظلم، مخدتش حقي، إهانة، حاجة بتقلل مني، كان نفسي حد يكون معايا سابني في وقت صعب، إهانة لسمعتي، تشويه لسمعتي، حاجات كتيرة بتوجع بتوجع بتوجع. بس الوجع ده بيترجم عندي أنا إيه يعني، بزعل، وبعدين غضب، وبعدين غيظ، والغيظ يتخزن 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 يبقى مرارة. والتعبير ده بيشير إلى أن حياتي كلها بتتمرر. صحيح. مش بس المشاعر، كل حياتي بتتمرر. كأن في صبغة كده بتصبغ على حياتي، حتى الحاجات الحلوة اللي في حياتي المفرحة أنا مش بقدر أفرح بيها. ده حتى في حاجات يعني ما حصلتش، يعني أنا ممكن أقول كلام وجعني، كلام بهدلني، تصرفات عدوانية، تصرفات وجعتني، لكن في حاجات كان نفسي تحصل وما حصلتش. كان نفسي ألاقي كلمة تقدير، طبعا ما خدتهاش. كان نفسي حد يقف جنبي، اتسبت في الوقت ده. ففي كلمات كان نفسي فيها ما جاتش، فعملت لي مرارة برضه. في تصرفات كان نفسي حد يقف جنبي. طب هقول لك حاجة، حتى ساعات إحباطات، يعني كان عندي حلم أو أمنية أو توقع وما حصلش. كان نفسي يعني طالعة من بيت بابا مكتومة، كان نفسي بقى أنطلق في جوازي، أتفسح، وفاجأ إني صاحبنا الزوج يعني مش عايز يخرج، مش عايز يقعد في البيت. يعني حصل كتمة بزيادة. إحباط. طبعا. ما تقدرش تمسك عليه أو تمسك عليها حاجة غلط يعني ممسوكة، لكن في الآخر أنا أصبت بمرارة. بالذات كلمات التقدير، بالذات كلمات الاهتمام، كان لما ما الاقيهاش بتوجع، ومش عارفة أقول إيه اللي وجعني، أو مش عارفة أحدد إيه اللي سبب المرارة يعني. اوكي. طبعا دكتور، يعني اكتر احساس بيبقى بيصرخ من جوه الشخص اللي جواه المراره ده، بيبقى بيقول انا عايز حقي، عايز حق السنين اللي ضاعت، حقي ان الاشخاص اللي ظلمتني انا عايز حقي منهم. انا يعني دايما جوه في احساس كده مطالبه اني انا تعبت مقابل مثلا التضحيات اللي انا عملتها والناس دي نكرت او جحدت او الحاجات دي كلها. اعتقد الاحساس ده طبيعي، ان الانسان يعني يبقى محتاج ان هو يعني حقه في كل اللي حصل له مثلا. دي حقيقة، الإحساس ده طبيعي. يعني ده تصرف بشري عادي، يعني ما فيش حد هيلومني عليه. عايز حقي، فيها ايه دي؟ مش الحق حق. لكن المشكلة في موضوع المرارة ده موضوع خطير شوية الحقيقة، عشان كده كويس ان احنا نخصص الحلقة دي والحلقات التانية كمان. اني انا عايز حقي بس انا بتأذي مرة تانية. في مشاعر مرارة تتخزن بتبهدلني انا. ما هقول مثل بسيط، انا في حد ظلمني ب200,000 جنيه، كان ليه 200,000 جنيه كلهم عليا. انا متضايق، وبعدين بتغاظ، بتوجع، واخزن الغيظ، وبعد كده يبقى مرارة. طيب المرارة دي خلتني اخسر غير ال200,000 جنيه مشاعر بهدلتني انا. بهدلتني ازاي بقى؟ بهدلتني في صحتي، بهدلتني في نفسيتي، على صحتي طبعا. بقى عندي اكتئاب، عندي قلق. خدي بالك انا بدفع مرتين، مرة اللي اتاخد مني، ومرة من صحتي ومن حياتي اللي جاية. وساعات بنسميها المرارة سم النفس، يعني انا بشرب سم وفاكرة او فاكر ان انا بأذي التاني، الشخص اللي أذاني عشان هو غلطان. هو غلطان، انا معايا حق، انا محتاج اخد حق. فنفسيتي بتتبهدل، اللي يجيله اكتئاب، اللي يجيله قلق، اللي يجيله عدم نوم، اللي يجيله بتفتش او بتزود احتمال حدوث الامراض النفسيه كلها. ليه؟ ضغوط نفسيه بتجيب لي مش بس جسمي، مش بس نفسي، جسمي كمان. جسمي يشتكي، يعني كل حته فيه تشتكي. يعني ابتدي من فوق لتحت، شعري يبتدي يقع، نظري يحصل له زغلله، نفسي يتكتم، قلبي نبضات، معدتي تشتكي، مصاريني توجعني، مفاصلي تبهدلني، الحالة الزوجية تتلخبط، الدورة الشهرية تتلخبط، ويجي لي ارتكارية في جلدي،
وانا بقول مصاريني توجعني دي افتكرت حالة مرة جاتني، دايما بحكيها عشان صعبانة عليا جدا. يعني واحد جايب فايل كده كبير، لف على الدكاترة كتيرة جدا. 11 سنة روشتات، تحاليل، أشعات مقطعية، رنين، سونار. مش بس كده بقى، الحالة دي أنا ليه فاكرها؟ عشان قال لي أنا عملت 3 عمليات. يا قلت له نهار ازاي؟ أبيض. قال لي الوجع في بطن. الدكتور قال لي دي زايدة دودية. دخلت عملت عملية الزايدة. بعديها رجع الوجع تاني، قال لا دي طلعت المرارة. 3 عمليات جراحية. بس الغريب في هذا الإنسان، وهو مش غريب في هذا، فينا كلنا، بس يا ريت يا دكتور ما تطلعش حالة نفسية. يا نهار أبيض. يعني مستعد يلف تاني بس ما تطلعش حالة، مع ان الحالة النفسية لو اتعالجت كأن اسهل الحالة بكتير. النفسية دي يعني وصمة. طبعا مش بس الغيظ، يعني كل انواع الضغوط اللي بتعمل ستريس وضغوط في الحياة بتشارك في نفس السبب. فأنا نفسيتي بتتعب وجسمي بيشتكي، وافضل الف على الدكاترة ومش عارفة اواجه اصل الحكاية. يعني مش خسارة؟ طبعا انا كده فهمت خسارة. ليه ربنا بيصر ان انا اغفر، كأنه مش بيقول لي اغفر عشان خاطر ربنا، اغفر عشان خاطر نفسك، مش عشان خاطر انقذ نفسك. اوكي. طبعا احنا يعني هنتكلم في حته العلاج دي من ضمنها، بس خلينا نقول يعني حضرتك اثرت نقطه ان الشخص اللي بيلف ده 11 سنه، يعني قد كده ممكن تكون ناس جواها مراره بس مش دريانه. دي حقيقه، برافو، السؤال ده ذكي جدا، لانه في ناس يعني عندهم مرارة بس مش باين ممكن يبقى باين في الغيظ وفي الزعيق وفي الصراخ وفي العصبية، وأكسر وأحطم الحاجات وأرمي الحاجة عشان من إيدي يعني دي ممكن تبقى باينة شوية. بس في حاجات تانية مش باينة، زي مثلا متغاظ من حد فأخد منه جنب، مش عايز أشوفه. متغاظ من حد اعمل تحزب، اتلم مع الناس اللي متغاظه منه واعمل ايه، حزب ضده. اني كل ما يقول حاجه هو يقول يمين انا بقول شمال، مش من غير ما مش قاصد. ايوه. لا شعوري انا عايز اعارضه، انا بتمرد عليه. اولاد بيتمردوا ليه؟ من غيظهم من ابائهم وامهاتهم. وساعات احنا الاباء بيبقوا مش فاهمين هم بيعملوا كده ليه، مع ان احنا بنحبهم، بس هم جواهم فعلا هو متغاظ وعايز يثبت نفسه بأي طريقة. فالتمرد، التحزب ده، ساعات في حاجة اسمها بالإنجليزي اسمها vows، يعني أحط عهد، كأن واحد بيقول يقسم مش هتعامل مع مثلا الرجالة دول تاني. ليه؟ أنا شايل مرارة من حد من الرجالة ورحت إيه، حطيت عهد مش هتعامل مع الرجالة تاني. بتكلم على ممكن ستات، او ممكن واحد راجل عمل شركة مع واحد من الكنيسة، والواحد ده نصب عليه، فيحط عهود داخلية كده ان انا مش هتعامل مع بتوع الكنيسة مثلا خالص تاني. بس هو مش واخد باله ان شكلها صح، شكلها منطقي، بس وراها مرارة، متخزن وراها مرارة. ده هيعمل نفس المشاكل اللي احنا قلناها، مشاكل في نفسيتي، مشاكل جسمية في جسمي. ده غير ان البلوك، القفله اللي هتحصل في حياتي الروحيه. يعني انا خطاياي مش هتتغفر. صحيح. لا وغير ان انا كمان بعيش حاله، يعني بحس برضو ان انا يعني واخد جنب من كل حد، واخد جنب مثلا من ناس، من اشخاص، حتى من الله ممكن اكون بعيده، فبيأثر على حالتي الروحيه يعني. والعصبيه الغير مبرره لما الاقي نفسي او الناس يقولوا لي الموضوع ما يستاهلش، انت متعصب كده قوي ليه؟ اصلا مخزن مراره. الموضوع ما يستاهلش، انت ليه بتزعق؟ ليه الحده دي؟ لا اصلا في شحنه، عارفه الواحد يبقى ايه، روحه في مناخيره، فحاجه بسيطه ما تستاهلش تلاقيه انفجر. اصلا هو متعبي من موضوع اخر. وده يبقى مؤشر من ضمن المؤشرات اللي احنا ممكن نشوف نفسنا بيها ونراقب نفسنا، لما بقى في الحاله دي نعرف ان احنا في حاجه اكيد جوانا متخزنه وعامله لنا المرارات دي. لازم اراجع نفسي، لازم اراجع نفسي ايه. ده ساعات المراره تبقى مني انا، مش ليه ما ردتش، ليه ما خدتش موقف، ليه ما جبتش حقي، ليه ما انا يعني زعلان من الناس وزعلان من نفسي كمان، ان انا زعلان من نفسي من اي حاجه، حتى من اي وقعه في خطيه، من اي ضعف. انا متغاظ من نفسي ومتغاظ
وفي حاجات تانية بتغاظ من الناس. اوكي. طب دكتور، جات لك حاله العياده، ست زي في الموقف الدرامي مثلا بتشتكي او يعني عندها مراره، بتعيط مجرد ما حد بيكلمها بتروح بتلاقيها بتعيط، عندها حاله من الرثاء النفس، تعبانه جدا، ويمكن الشخص اللي ممكن يكون اذى اقرب الناس ليها اللي هو الزوج مثلا، وجات لك بالحاله ديت، وطبعا هي عايشه ومستحمله لاجل تبعات اسريه، تبعات اجتماعيه من اجل اولادها، بس هي مكمله مع الشخص، والشخص ده مازال هو بيأذيها، بس هي عندها حاله مراره. حضرتك هتنصحها ازاي اول حاجه انها تتخلص من المراره دي؟ اولا لازم نعرف ان الطريق صعب. صعب. يعني الموضوع مش سهل. وانا لما ببتدي ما ببتديش باني ادي نصيحة. اول حاجة لازم اقدر البني ادم اللي قدامي، احس بيه، اتعاطف معاه انه معاه حق منطقيا، من حقه يعني يجيله مشاعر المرارة. يعني مرة حد جالي كان يعني ابوه عمل فيه حاجات صعبة جدا جدا جدا، وانا بس قلت له انت معاك حق تتضايق. لقيته وقف قال لي انت بتتكلم جد؟ انت اول واحد يقول لي انت معاك حق. انا عايزه يغفر، خدي بالك، لكن لازم افهم مشاعره، ولازم تحس ان هو انسان من حقه، ده حق طبيعي ان هو يحس بالمشاعر دي، مش بنستكتر عليه المشاعر دي. اي حد تلقائي يديه نصيحه لازم تسامح. لازم هو صح، لازم يسامح، بس الاول لازم احس بيه، والا بعد كده اقوده انه هو انت بتتأذي زياده ولا معاك حق، واللي انت بتقوله ده انا بفترض يعني طبعا ساعات الواحد يبقى مش معاه حق، بس انا بتكلم على شخص معاه حق فعلا. اوكي كويس، انت معاك حق. تعمل يعني خد بالك انت بتتأذي دبل دلوقتي. صحيح. بتتبهدل، انت مش واخد بالك حصل فيك ايه وبتشتكي من ايه وبتشتكي من ايه. طبعا فعلا ما يجيب حد بيبقى عنده شكاوي ويبقى لف على دكاترة ومش مش قادر، كل واحد يقول له ما عندكش حاجة. طبعا ساعات في ناس تقول يعني لو فرض يعني الناس امنا قالوا ما عندكش حاجة، هم قصدهم ما عندكش حاجة عضوية، كان عنده حاجة نفسية، النفسية اكثر تأثيرا عليه. فلازم اوصله الى قناعة انه طول ما هو مش بيغفر هو اللي بيتأذي. ما اقدرش ادخل لمراحل تانية وهو مش مقتنع. ليه؟ الفكر المنطقي البشري، طبعا المنطق البشري ده حقي ومش هسكت الا لما اخد حقي. وهفضل عايش كده لغايه ما اموت ان انا ادور على حقي، يعني الناس كلها بتفضل عايشه في المأساة دي طول العمر. طب انا بحاول اخد الشخص واحده واحده لغايه ما يفهم ده بيأذيك انت. مرة فاكر واحدة قالت لي فلان ده اللي أذاني لو ربنا دخله السماء أنا هروح جهنم ما أشوفوش تاني. شوفي إزاي الألم. طبعا واحدة واحدة أقول لها أنتي بتتأذي، أنتي اللي بتبين. شوفي جسمك حصل فيه كذا وحصل فيه كذا وحصل. فعلا لما عرفت قصتها، فلان ده عمل حاجات بشعة، يعني حاجة تشوه نفسي في، يعني مش عايزة أوجع يعني أسماع المشاهدين بقصص من فعلا في ناس متألمة. بس حضرتك بتركز ساعتها على ان انت لما بتاخدي الخطوه دي من اجلك انت كده مش بتريحي الشخص اللي انت اذاكي، لكن انت عشان انت اللي ترتاحي، عشان انت اللي تقومي بقى. بالظبط. وربنا لما بيقول لي مش واقف في صفه يقول لا صحيح ويهمه الشخص التاني، لكن هو دلوقتي بيقول لك اغفري عشانك انت، مش تطلعي المراره من جواكي، عشان تعيشي، عشان تتفكي. المراره دي بتعمل قيد، بتبهدل وتبهدل كل علاقاتي بالناس. انا ببهدل الناس اللي حواليا وانا لا ادري. دي المصيبه. يعني ميزه المشوره، انا لما باجي حد مشوره كويس بيوريني الصوره اللي انا مش شايفها، يوسع دايره البصيره. فالمشكله ان انا بعمل كذا وكذا وحاسس ان انا حقي. لا، انا بنبه الشخص بقول له فلان عمل غلطه، انا بقول بعد المراره ما اتخزنت، يعني ايه رايك رد الفعل ده يستاهل الله يعني على قد الغلطه؟ يقول لي لا هو زياده. اقول له عارف ليه؟ عشان انت متشاحن جوه شحنه مراره
من الأذيات اللي فاكر اللي حصل فيك وانت صغير من إهانات، اللي حصل فيكي من مثلا إيذاء جنسي وانت مش واخدة بالك ايه الرابطة بين ده وده. مفيش رابطة، لا بس في الشحنة متخزنة. لما يجي حاجة يبقى الواحد على آخره، فأي حاجة بسيطة ينفجر، والناس تقول ماله كده انفجر، هو حصل له ايه، هو مش طبيعي. ما يعرفوش المتخزن من جوه. فدي أول نقطة اللي هو بتعلمه ان انت لازم تعمل ده من اجل نفسك. لو ما وصلش القرار مفيش فايدة. مفيش خطوات بعد ليه؟ كده. عشان الطريق صعب. والمنطق البشري يقول لي لا، خد حقك وبعدين ايه تستريح. انا فاكر حد يعني واحدة حصل لها ايذاء، يعني قصة طويلة، بس في الاخر رتبت ان الشخص اللي اذاها ده رتبت يعني مؤامرة كده، اتمسك واتضرب ضرب لغاية ما جاله عاهات. قالت لي بس روحت مش مستريحة، مع انها انتقمت. لان الانتقام مش بيدي برضو راحة للناس فاكرة ان هو ممكن. الإهانة، لا 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 مش الترك، الظلم بيوجع بيوجع بيوجع. اوكي تمام. طب يا دكتور، يعني حضرتك قلت اول حاجه طريقه التخلص من المرار، انت يعني بتقنع الشخص او ان انت بتعمل دوت، بتغفر علشان نفسك مش عشان الشخص التاني خالص، لكن انت علشان اولا ما تفقدش حياتك، ما تخسرش مرتين، مره في خسارتك الاولانيه ومره في خساره حياتك اللي جايه. الحاجه التانيه عشان انت تتفك وتبدا تعيش حياتك من غير شحنات بقى، من غير مراره بتسبق عليك كل نواحي حياتك، حتى الحاجات المفرحه انت مش بتبقى قادر تفرح. طب في شق تاني، هتتعامل مع الشخص التاني ازاي؟ انا بس هضيف نقطة تانية، مش بس اقنعه، لازم اقنعه ان انت ما تقدرش. دي مش الطبيعة البشرية. صحيح. دي مش القدرة البشرية خالص. انت محتاج تطلب معونة من الهك. صحيح. محدش هيقدر يغفر، لا انت ولا انا ولا يعني عفوا يعني اعظم قديس. دي عطية من ربنا. بس لازم اكون وصلت قرار. صحيح. اخدت القرار الاول، بعد كده التطبيق معونة من ربنا بقوة. في جملة كده بتقولها الدكتورة أليس: يا رب انا وافقت واقتنعت بكلامك، بس انا مش هقدر. ممكن تكبهولي في قلبي، فلو كبتهولي في قلبي انا موافق، لازم اتجاوب. لو ربنا يجي يكب الاقيني مش عايز، خلاص مش هيقدر لازم يديني. اخد القرار الاول، بعد كده ربنا يساعدني. عشان كده الواحد بيندهش، ايه ده، ازاي قدرت اقابل الشخص ده؟ معونة الهية. ازاي قدرت نوصل بقى ايه؟ تصوري ممكن اتمنى له الخير. شخص مجرم، ربنا على فكرة يعني مش هيسيبه، يعني هو إذا ما تابش في عقاب إلهي ليه بلا شك. بس ما بقتش أنا اللي بجري ورا بقول وريني فيه يوم. مش موضوعي. أنا موضوعي أكون برضي أنا سبته إلهي. عند ربنا. أنا سبت حتى حتة العقاب دي خلاص مش بتاعتي، بتاعتك أنت يا رب. أنت اللي هتجيب لي حقي. إمتى وإزاي؟ هسيبها لك أنت. فبقيت أقدر أشوف، بقيت أقدر أتمنى له الخير. ما بقولش على الغلط صح، خدي بالي. مش هنضحك على نفسنا، لا موضوع بسيط، لا 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 لا, بسيط. احنا عارفين ان هو موضوع كبير، يعني ممكن تبقى جريمة. لكن أنا النعمة اللي أنا خدتها واستريحت أقدر أتمنى له خير. موضوع عقابه ده يخصك أنت يا رب، مش أنا اللي بعاقب. ده يخصك، إن أشكرك إن أنت ريحتني. دي نعمة كبيرة. عشان كده بقول لازم لازم أتأكد إن دي معجزة. الغفران عطية إلهية. صحيح. لا يمكن أتصور إن طبيعة واحد طيب قوي فيسامح. لا، ده ساعات يبقى بيقول بيسامح بس هو بيكتم. هو مش قادر يرد، مش قادر يتعامل، أو عشان الناس ما تقولش عليه ماسك نفسه، بس جوه المرارة شغالة هتبهدل فيه وهو لا يدري. اوكي. طيب دكتور، النقطة التانية اللي احنا بنقول عليها ان هو التعامل مع الطرف الآخر، وخصوصا لو الطرف ده لسه موجود في حياتي. يعني انا هتعامل معاه ازاي؟ يعني طبعا كل ما كان قريب مني اكتر هيبقى الموضوع اذية اكتر. طبعا. كل ما الصعوبة اكتر. فانا عندي مراحل في التعامل مع الطرف المؤذي. المرحلة الاولى ابتدي بالخير، يعني اقول اشرح له: يا فلان ده بيأذيني، يا فلان انا مش موافق على ده، يا فلان
خد بالك قد تكون انت مش قاصد، بس ده بيجرح يا فلان لما بتسيبني في الوقت اللي انا محتاجه لك ده بيوجعني. اشرح ثم اشرح ثم اشرح. قد يعني يكون عنده دم ويفهم، او عنده احساس ويقدر. بس مش هفترض ان هو فهم. يعني فيها ايه يعني، انا قلت يا حمار، فيها حاجه. انت فاكرها هزار؟ لا، هي مش هزار، هي بتوجع. يا اصلي انا بهزر واقول له يا غبي، لا انا قصدي عشان يشد حيله. لا، مش هتنفع. فلازم اشرح الكلام ده او الطريقه دي او الاسلوب ده بيوجع، بيؤلم. شرحت مره واثنين وثلاثه واربعه، تيجي مرحله تانية. ده لو ما تجاوبش بقى. لو تجاوب انا برضو كسبان. لو تجاوب طبعا ويعتذر عن اللي حصل قبل كده. في ناس ما بتتجاوبش، اعمل ايه؟ انا من حقي اطلب حقي، بس مش هطلب حقي بمرارة. اطلب حقي وانا ماشي. يعني مثلا ممكن ارفع قضية، ممكن ارفع صعد الطلب لاقصى درجة من الادارة لو انا اتظلمت في شغلي مثلا. مش هسكت، هطلب حقي. بس في فرق بين واحد بيرفع قضية هو متغاظ وممرر. في الحالة دي لو ربنا قال لي، يعني ممكن ربنا قال لي سيب حقك المرة دي وانا هتصرف. ممكن مرة تاني يقول لي ارفع قضية ما تسكتش. المهم ما يكونش الدافع المرة. لو في مرارة مش هسمع صوت التاني. لا، هرفع قضية يعني هرفع قضية. لكن المهم ما يكونش دافع مرارة. لكن ينفع اطلب حق؟ طبعا ينفع. مش معنى ان انا هسامحه او هغفر له ان انا هسيب حقي. لا، احنا يعني لا، هو احنا يا اما بنخلي ربنا هو اللي بيجيب حقي، يا اما انا باخد اجراءات زي ما حضرتك قلت. يعني في كمان خطوة ثالثة، ان انا لازم اوقف الشخص المؤذي عن الاذى. صحيح. لازم احط له حدود. ستوب، مش من حقك. ما تمدش ايدك. زي مثلا ما عمل رب المجد نفسه وهو رايح الصليب، في حد تطوع كده ولطمه من غير سبب، فوقف له. ليه؟ الكلي البر اللي هو المسيح. وعلى فكرة المسيح هو اللي قال من ضربك على خدك الأيمن حول له الآخر. بس ما سكتش للراجل ده. ليه؟ قال له إيه؟ إن كنت قد فعلت رديا اشهد عن ربي، إن لم أفعل فلماذا تلطم؟ مش من حقك تمد إيدك. صحيح. فأنا من حقي أحط حدود. أوكي. احنا طبعا للاسف وقت حلقتنا خلص يا دكتور. طبعا الموضوع كبير، وكانوا محتاجين ان احنا فعلا نسترسل معاك اكتر في الموضوع، لان الموضوع فعلا صعب جدا. لكن تحب حضرتك قبل ما نختم حلقتنا النهارده تقول ايه لكل حد عنده الاحساس المرارة دي؟ انا هقول يعني شويه حاجات مساعده كده ممكن تساعدني لو انا مش قادر. طبعا خد بالك ساعات بتبقى، انا بقول للمشاهد، ساعات بتبقى يعني سوري يعني ظالم ربنا. ليه يا رب سايبني؟ هو مش سايبك. هو كل حاجة بيحاسب عليها، وهو أكتر واحد حاسس بيك. شوف أنا بقول أنا أو خادم المشورة هيبقى حاسس بيك قد إيه، وحاسس بيك جدا. ده كون إن ده حصل مش معناه إنه سايبك. أصل أنت لو فقدت علاقتك بربنا ومين هيساعدك؟ مين هيعمل معجزة؟ صحيح. فهو مش سايبك. يعني يمكن ده موضوع عايز إسهاب شوية بس عشان وقت الحلقة. في حاجات ناس كان لينا علاقة حلوة بيهم، يمكن تفكر في الحاجات الحلوة اللي عملها قبل كده. أكتر حاجة هتساعدني إن أنا أفكر في كم الرحمة اللي أنا خدتها من ربنا. أنا اتغفر لي قد إيه كده رحمني. أقول له يا رب زي أنت غفرت لي مش آلاف، يمكن ملايين الخطايا، سامحتني ورحمتني. ياه، طب ممكن تديني حتة من الرحمة اللي عندك؟ أعرف أغفر. ممكن تساعدني أرحم. هو ما يستاهلش، ما أنا كمان ما كنتش بستاهل. هو بيكررها، ما أنا ما كررتها. فباخد من مراحم الله ونعمة ربنا. بفكر أنا كمان في غلطات. هو أنا البار القديس اللي ما غلطش؟ ما ياما أنا غلطت ربنا رحمني. يعني الغلطات ما جاتش من الطرف الآخر. بس الأكيد اللي عايز أختم بيه للمشاهد
ما تسيبش المرارة، ما تتغافلش وتقول لا عادي، لا حقي، ما انت اللي بتتأذي. تستنى لما يحصل ايه اكتر من كده في جسمك وفي نفسيتك. وبعدين قول لربنا بصراحة انا مش هقدر. ممكن تديني عطية الغفران يا اللي غفرت للي بيأذوك. على فكرة في بشر عملوا كده، بعديه على طول الصفانوس الحجارة نازلة فوق دماغه، محدش بيتخيل الموقف ويقول اغفر له. هو دي معجزة طبعا. مش بقوة البشر، لان احنا اضعف من ان احنا نقدر نعمل حتى لو غفرت انا عارف ان مش مني، دي كانت نعمة منك. صحيح. واحنا لما عملنا كده في اضطهادونا واساءوا لينا الحقيقة ناس كتيرة يعني يمكن هنا في البرنامج ده او في برامج تانية في الميديا شفنا بنتها 8 سنين على باب الكنيسة في الوراق، والمذيع بيقول لها عايزة حقك، تقول له لا أنا عايزاهم يشوفوا النور، أنا مش عايزاهم يروحوا جهنم. إيه ده؟ دي معجزة. صحيح. ده مش قدرة عادية. صحيح. ده خير ختام لحلقتنا النهارده. بتمنى يا رب ان احنا كلنا نقدر نتخلص من اي مرارة جوانا عشان نقدر نعيش بفرحة وسعادة وحرية. في نهاية حلقتنا طبعا بشكر حضرتك جدا وجودك معانا النهارده يا دكتور. ميرسي جدا لحضرتك. اتمنى المشاهدين يغفروا لنا اي تقصير. اهلا بيكم، والله يديني ويديكم النعمة دي، كلنا محتاجين. نشكرك جدا يا دكتور، شكرا جزيلا. مشاهدينا، المشكله ممكن تكون جوه بيت اي حد فينا، مش عيب ان احنا نتكلم فيها بصراحه، العيب ان احنا نغطيها ونقول كده راحه. خلينا نناقش مشاكلنا بايجابيه لغايه ما نوصل لحلول جذريه، واشوفكم في حلقه جديده من برنامج من الحياه.